منكم لله بوظتوا الشغلانه. الفيديو اللي فات قلنا اوعى تشتغل ببلاش. النهارده بقى هنتكلم عن الناس اللي بتنزل ب 150 300 500 جنيه كده. يعني الموضوع ده شفته كتير على الجروبس بتاعت الفيديو اديتنج، بس مش ده اللي لفت نظري. اللي لفت نظري رد الناس عليهم. اول لما بوست ينزل من هنا هوب الكومنتات ولعت: حرام عليكم بوظتوا السوق، اشتغل على نفسك يا عم. وانا هنا بسأل سؤال واحد بس: انت مالك؟ هو الراجل اللي نزل بالسعر ده داخل ينافسك ولا داخل ياكل عيش؟ وبعدين لو سعرك عالي فعلا فهو مش خطر عليك، يبقى المشكلة مش فيه. المشكلة هنا ممكن يكون مستواه زيك او قريب منك. بص يا صديقي، كل واحد ليه مرحلة. في واحد لسه بيتعلم، وفي واحد محتاج دخل، وفي واحد راضي بالسعر ده ومبسوط جدا. هو حر. فبدل ما تشتمه وتتريق عليه، بص في ورق، طور من نفسك، وخلي العميل اللي يدفع لك عشان انت شغلك قوي، مش عشان مفيش غيرك في السوق. وفي الاخر خليك فاكر ان ربنا اللي بيقسم الرزق. سلام.